رجاء الغفران رجاء مفرح جدا. لما الواحد بيرجع لربنا، احنا للأسف واحنا بنصلي ساعات بنقول له اغفر لنا ذنوبنا، ما بنبقاش مصدقين انه بيسامح، او مش متوقعين انه بيقول حاضر في الحتة دي. احنا بنرصها رص كده، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لهم. انما الحقيقة ده الواحد مفروض يقف عندها كل مرة يقولها، يعني يستنى يقول له رد عليا اغفر لنا ذنوبنا. ها دي بالذات هتقول فيها ايه؟ هتقول حاضر. دي حاضر دي حلوة قوي هنا، اغفر لنا ذنوبنا. لو قال حاضر يبقى انت طلعت براء، يبقى كل اللي عملته راح، يبقى انت قديس دلوقتي، لمجرد انه ربنا سامحك على كل حاجة. فرجاء الغفران ده رجاء مريح جدا، انك تيجي لربنا وباصص له كده، يا رب عاوز اسمع منك كلمة، قول لي انا مسامحك، قول لي اللي فات مات، انا محتاجها. محدش فينا مش محتاج الكلمة دي. يقول هلما نتحاجج يقول الرب، ان كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، ان كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. يعني الغفران بتاع ربنا ما بيسيبش اثار خالص. تبقى الخطية كالقرمز، يعني الاحمر الفائع ده، انما تبقى زي التلج في البياض. وحمراء كالدودي، الدودي ده نوع من الخمر اللي ايه الغالي اللي كان احمر قوي برضه. يبقى زي الصوف الابيض كده اللي هو يعني ما فيهوش بقعة، فيبقى صفحة الانسان نظيفة خالص. احساس جميل. برضه في ميخا نبي تاني بعد هوشع يقول من هو اله مثلك غافر الاسم. يعني لما بيقول له رب ما فيش حد زيك، هو فعلا ما فيش حد زي ربنا في الحتة دي. يعني حتى البشر ممكن يسامحوا، بس غالبا ما بينسوش، ولو سامحوا يسامحوا مرة واثنين وعشرة، وفي ال11 بقى ايه يبقى كفاهم كده بقى، كفاية بقى. الوحيد اللي ما بيقولش كفاية بقى ربنا. فانت عندك رجاء بتيجي لربنا في المرة 100 وتقول له ها كفاية، ولا يقول لك لا مش كفاية، تعال برضو ارجع يا إسرائيل لأنك قد تعثرت باسمك.